مرحبا، شلونكم؟ تعالوا نسوي اليوم أسهل وأسرع طريقة حتى نسوي بيها كوبة التمن. راح نحتاج 4 أكواب من الماء. راح أخلي الماء على النار. هنا أنا راح أضيف الملح وأكيد الكركم. ما نكثر كركم حتى طعمه لا يطغي على طعم التمن. هنا راح أضيف كمية من الملح، أقلب كل زين وانتظر الخليط يبدي يغلي ويصير عندي بهذا الشكل. هسه راح انزل كوبين من طحين التمن. استخدمت تمن عنبر، طحنته اني بالطاحونة مال البيت. الخليط بعد على النار راح اتركه تقريبا 10 دقائق على النار او ربع ساعة، قد ما تركتوه يكون افضل. راح اظل اقلب الخليط على النار بهذا الشكل على مود اتخلص من كل الكتل مال طحين التمن. شوية تركت التمن يتهدر على النار. هنا بهالاثناء راح ابدي اهرس البوتيتة حتى بعدين اضيفها ويا عجينة التمن. هنا أنا بعد ما شلت التمن من النار خليته بهذا الصحن. هسه راح اضيف فوقه البوتيتة. طبعا الفيديو بالتفصيل ويا طريقة العمل راح تلاقوها موجودة على قناتي على اليوتيوب، اسمها هيلو زعفران بغداد. هسه راح اعجن البوتيتة المهروسة ويا التمن كل زين حتى تتوزع بالتساوي على كل العجينة. بعدها كلش حارة طبعا بالقوة دا أعجنها. فبعد ما عجنت العجينة وبديت أشكل الكبة، سويت طولانية ودوائر. طريقة التشكيل همينة كلها موجودة على القناة. سويت هاي الكمية ما شاء الله، يعني كوبين تمن سويت لي كل هاي الكمية من الكبة. هاي نقدر هسه مباشرة نجمدها أو نستخدمها. أنا قسم راح أجمده والباقي راح أقليه بهذا الشكل. جيب طاوة تكون عميقة ونترسها زيت بحيث الزيت يغطي الكبة. ما حركها نهائيا، انتظرها تستوي من الأسفل. بعدين أقلبها على الجهة الثانية بهذا الشكل. هسه الكبة شلون بدأت تاخذ عندي اللون الحلو. أنصحكم تشوفون الطريقة بالتفصيل على قناتي وهي أسرار عملها، لأن بصراحة كبة التمن بالطحين مال تمن تختلف عن الكبة مال تمن العادية، لأن كبة طحين التمن مرات تصير بعد القلي مثل الطابوقة كلش قوية. فأنا ذكرت هذا الشي ويا الملاحظات مالتها شلون حصر عندكم مقرمشة وبنفس الوقت هالشي. إن شاء الله تكونون حبيتوا وصفة اليوم. لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.